عدى 11 يوم من رمضان، كلنا كنافة، قطايف، بسبوسة، محاشي، بط، كل حاجة. تمام؟ نفكر في ايه بقى دلوقتي؟ نفكر في الكحك، صح؟ صح. طيب، هو بصراحة انا هفكر في الكحك عادي جدا، والمفروض ان احنا بطريقة لطيفة نفكر في الكحك. هناكل كحك، امال مش هناكل كحك؟ هناكل كحك، بس خلونا نقول البريدج ده، الكوبري اللي احنا هنطلعه عشان نروح للكحك. هنعمل ايه في النص؟ هتعملوا ايه؟ في حوالي 15 يوم، نسميهم 15 يوم، 15 يوم جايين ما فيهمش كحك، بس فيهم رمضان. لو فضلنا على اللي احنا عملناه هتبقى كارثة، لكن لو ظبطنا الدنيا الفترة اللي جاية هناكل كحك بأمان وسلام واطمئنان. ودي حاجة عندي 15 يوم فيهم شوية التزام، شوية التزام. هيبقوا ازاي؟ هنقعد على السفرة، هنشرب الشوربة، هنبطل نفطر على عصير، هنفطر على مية، ومش هيحصل لنا اي حاجة خالص لو فطرنا على بق مية صغنطط كده. اصلا بق العصير اللي بتشربوه في الاول ده بتنسوه، فأجلي العصير لبعد الفطار، اوكي؟ واشربي وشقي صيامك على شوية مية، وبعدين اقعدي اشربي الشوربة. تمام؟ وبعدين هندلع طبق السلطة. لو سمحتوا كلوا سلطة كتير اليومين دول، محتاجين الياف تساعدنا ان احنا نخس وتملى بطننا، ومحتاجين شوية فيتامينز وشوية حاجات كده، علشان احنا كتر الآلية والنشويات وقلة الألياف وقلة الفاكهة وقلة المية. احنا محتاجين المية اللي موجودة في الفاكهة، محتاجين المية اللي موجودة في الخضار، محتاجين شوية فيتامينز، علشان السكر والحاجات دي بتأثر على صحتنا وعلى بشرتنا وعلى شعرنا وعلى كل حاجة. فمش هينفع نقعد شهر كامل ما ناكلش سلطه، ما نشربش ميه، وبناكل حلويات وبناكل كل الحاجات اللي مش صحيه والمقلي وكده. فهندلع طبق السلطه شويه عشان نحبه. هنحط له فراوله او تفاح، او نحط له شويه زبيب، نحط له دبس رمان، نص معلقه عسل. حطي دلعي طبق السلطه عشان تبلعيه وتحسي ان هو مش خيار وطماطم وبقدونس وبصل. لا، مش دي السلطه بس، ممكن ندلع طبق السلطه عادي. ممكن نحط له جبنه، ممكن نحط له مكسرات، ممكن نحاول نحط له اي حاجه تديله طعم علشان نحب. هنحاول ندلع طبق السلطه شويه عشان نقدر نبلعه ونحس ان هو طعمه مختلف. اوكي؟ دبس الرمان والعسل والحاجات دي بيفرقوا جدا في طعم الدريسنج يعني. عايزين كمان بعد كده المقرمشات والمقبلات والحاجات اللذيذه دي نحاول ان احنا نقللها على قد ما نقدر. يعني اكلنا واحده كفايه يستحسن يعني، وتبقى في الفرن يا سلام. لو سمحتوا نحاول نبعد عن المقلي، لان المقلي مؤذي جدا وما بنحسش بكم السعرات الحراريه اللي موجوده في الحاجه المقليه. فندخل في الفرن عشان نقلل شويه من الحاجه المقليه اللي ممكن تتخنى بشكل كبير قوي. فهنحاول ان احنا نحطه في الفرن وناكل واحده او اتنين بالعدد، وما نكترش عن كده، ويبقى باللحمه مش بالجبنه مثلا، لان الجبن والموتزاريلا والحاجات دي بتكون الحشوه تقيله قوي. اللحمه ممكن تكون افضل كتير. المفروض ان انا لما ادخل دلوقتي على الطبق الرئيسي اكون شبعت. مش عايزه اقول لكم داخله على شبع، لا، المفروض ان انا اكون شبعت. بس ولنفرض ان احنا ما شبعناش لسه، ده عادي جدا، مباح. تمام؟ هنقلل قوي في كميه الرز او المكرونه اللي احنا هناكلها، على قد ما نقدر نقلل. معلقتين، معلقتين ونص، 3 يبقوا موجودين معايا كده على قد ما اقدر، قليلين. اخري قد ايه؟ 4 معالق رز اخري. تمام؟ 5 معالق مكرونه يعني كده. الخضار بقى بسله، فاصوليا او كده، ده لازم يبقى كتير على قد ما اقدر برضو، لان انا محتاجاه علشان يشبعني وعشان الفوائد اللي فيه. تمام؟ فنحاول نكتر في الخضار، نقلل في النشويات على قد ما نقدر. اللي بعد الفطار الحلويات، هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعمل ايه في الحلويات يا ولاد؟ الصراحه والحقيقه سامحه لنفسي بالقطايف. ليه؟ عشان انا حارمه نفسي من النشويات في السحور، ما باكلش عيش تماما، ومقلله قوي النشويات بتاعتي في الفطار على قد ما بقدر.
اوكي؟ فانا سامحه لنفسي ب4 قطيفات، ده عشان انا باذله مجهود في ان انا ما اكلش نشويات بالليل، وما باكلش نشويات في الفطار كتير، تمام؟ وباخد الحاجة الحلوة بتاعتي دي، تقدروا تاخدوا قطعة من البسبوسة، قطعة من الكنافة، يعني كل ما قللت كل ما كنتوا اشطر واحلى وكل حاجة. بس انا عشان عندي ادمان للحلويات فبعوض في الحتة دي، ما اقدرش انكد على نفسي وما اكلش حاجة حلوة بعد الفطار، بس ممكن انكد على نفسي عادي وما اكلش رز وما اكلش عيش بالليل، تمام؟ اكل بقى بالليل بروتين بس، فول، زبادي، جبنه، ما فيهوش عيش، وبس بكتفي باي بروتين من غير عيش. ساعات بيبقى زبادي بس، ساعات بيكون بيضه مسلوقه، ساعات بيكون جبنه عليها خيار، طماطم، اي حاجه، المهم ان انا ببعد عن العيش خالص. اوكي؟ في بعبع اسمه العصير الرمضاني اللي مليان سكر، وده انا منعته خالص. لازم نزود الحركة، حتى لو ما كناش بنتحرك من قبل كده. صلوا التراويح وانزلوا كده وانتوا بعد الصلاة اتمشوا نص ساعة، ساعة، حتى خدوها من عبادة التسبيح. طول ما انت ماشية سبحي سبحي سبحي، تبقي اخدتي ساعة رياضة وتسبيح. ايه كمان؟ الميه، شرب الميه ضروري جدا من الفطار للسحور. واحنا ستيل في رمضان بنعك، انا باكل حلويات كل يوم وده حاجه غلط جدا، بس حاولوا ان انتوا تظبطوا بحاجه تانية زي المشي والحركه والميه الكتير. باي باي.